السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو اليوم لطريقة عمل خبز العروق المصلاوي. ننتقل للمواد المطلوبة. هنا أنا عندي 3 كوب من الجريش الناعم وكوب ونص من البرغل الناعم، أخلطهم مع بعض وأضيف قليل من الملح وأخلي عليهم شوية مي بس تشبع حبات الجريش والبرغل. وهنا أنا عندي كيلو من البصل ثرمته بشكل ناعم حتى استخدم المي مالته، ثرمته بهذه المثرامة حتى يطلع بشكل ناعم، وخليت عليه شوية ملح حتى ينزل هذا المي مالته واستخدمه، هو اللي ينطي النكهة مميزة للخبز العروق المصلاوي. واضيفه على البرغل والجريش بهذا الشكل واحركهم مع بعض، واضيف قليل من المي بس تشبع حبات البرغل والجريش بهذا الشكل. اتركهم على جنب حتى تتشبع حبات البرغل والجريش بالمي. وهنا أنا حضرت 6 كوب من الطحين الأبيض وضفت عليه خمرة وقليل من الملح، وراح أعجنها بهذا الشكل. وهنا أنا بعد أن عجنت العجينة بهذا الشكل راح أضيفها على البرغل والجريش وأعجنها مع بعض حتى تتجانس. والطريقة تعلمتها من المصالوة جيراننا العزيزات، خالة أم علاء وخالة أم غايب، أوجه لهم تحية، هم اللي علموني على هذه الطريقة. إن شاء الله تجربوها وتعجبكم. وهذا شكل العجينة. بالأخير راح أضيف لها كمية من الشحم اللي هي المثرومة. هنا أنا استخدمت 750 غرام، راح أضيف نصها على العجينة، وراح أضيف قليل من بهارات البرياني تنطيها طعم مميز. أضيف كمية قليلة بهذا الشكل وأعجنها، ونشوف إن شاء الله بعد العجن. ضروري إضافة اللي للعجينة لأن هي اللي تعطيها طراوة، ما ممكن الاستغناء عنه. وهنا أنا قسمت العجينة إلى 4 أقسام، وراح أخذ ربع من العجينة. وأنا عندي كيلو بصل مثروم، راح أخذ نصف الكمية مع باقي اللي تركتها وأعجنها مع بعض بهذه الطريقة. راح أضيف على العجينة كرفس مثروم، وراح أضيف 2 حبة فلفل بارد مثرومة بهذه الصورة، وراح أضيف 2 حبة طماطة مثرومة. أعجن المواد مع بعض وأضيف فلفل أسود وقليل من بهارات البرياني وقليل من الملح، وأعجنها إلى أن تتجانس. طبعا هذه العجينة راح تكون هي اللي نخليها على وجه الخبز العروق. ممكن أيضا نضيف بعد عليها لحم غير الحشوة اللي بالداخل اللي هسه راح نسويها، فهذه راح تكون الوجه، والعجينة الثانية هي القاعدة، وهسه راح نسوي الحشوة. هنا أنا عندي كيلو من اللحم المثروم مع نص كيلو من البصل، وراح أضيف عليه فلفل أسود وبهارات برياني ينطيها طعم مميز، وراح أخلي عليها قليل من الملح وكرفس وأعجنها مع بعض. وهسه نحضر الصلصة اللي نمسح بيها الخبز العروق. هنا أنا ملعقتين من معجون الطماطة وقليل من الكاتشب وقليل من الصوص، وأضيف فلفل أسود ورشة ملح و4 بيضات، وأخلطها مع بعض إلى أن تتجانس. هنا أنا راح أستخدم صينية الفرن وأدهنها بدهن جنة أو دهن جامد، أي شيء متوفر عندكم، بس لا تستخدمون زيت. وهنا أنا آخذ جزء من عجينة الطحين الأبيض والجريش والبرغل، أفتحها بهذا الشكل وأخلي الحشوة بالداخل، وأسدها شلون أسوي الكبة بنفس الطريقة. هذه الطريقة هواي أسهل عليكم، ممكن أنه تفتحون العجينة وتضيفون الحشوة ونرجع نحط الطبقة الثالثة بكيفكم، بس هذه الطريقة راح تكون عليكم أسهل. هنا أنا بعد أن حشيتها راح أخليها بالصينية أو أفتحها بهذا الشكل.
طبعا حجم خبزة العروق بقت حسب رغبتكم، تردوها كبيرة أو صغيرة. أنا هنا أنا سويتها متوسطة الحجم. وهنا أنا بعد أن فتحتها بهذه الطريقة أجيب الخلطة اللي قلنا عليها نستخدمها للوجه، وهنا أنا أخذ كمية وأفتحها على وجه العجينة اللي حشيناها باللحم بهذه الصورة. مثل ما ذكرت لكم ممكن أيضا تضيفون اللحم مثروم على هذه الطبقة الثالثة. هذه بقت راجعة لكم، أنا اكتفيت بس بالحشوة الداخلية. وهنا أنا راح أرجع أخذ جزء من العجينة وأفتحها بنفس الطريقة وأكمل سوى باقي خبز العروق بنفس الطريقة. وهنا أنا بعد أن كملت خبز العروق بهذه الطريقة أمسح الوجه مالتها بصلصة المعجون والبيض بهذه الطريقة، أضيف طبقة خفيفة وأدخلها الفرن من فوق وتحت إلى أن تتحمر، وهذا شكلها يكون. إن شاء الله تجربوها وتعجبكم، وراح أترك لكم المقادير بصندوق الوصف. وطبعا ريحتها وطعمها جدا رائع، أنصحكم تجربوها. والكمية اللي سويتها طلعت عندي 15 قطعة، وراح أشوفكم الباقي شلون خزنته. طبعا هنا أنا فتحت القطع بالصينية حتى تبرد، ودخلتها بأكياس نايلون وحفظتها بالتجميد لوقت الحاجة بهذه الطريقة. وإن شاء الله تجربوها وتعجبكم. لا تنسون الاشتراك بالقناة وعمل لايك وشير للفيديو. نلتقيكم إن شاء الله في فيديو جديد.